خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية وقف عندها سيدنا شفيق البلخي، متصوف من العارفين بالله، كان له تلميذ اسمه حاتم، بس غلب عليه كلمة حاتم الايه؟ الأصم. حاتم الأصم تلميذ البلخي. فحاتم الأصم بيسأله البلخي، بيقول له كم مكسك معي مع حاتم؟ قال 33 سنة. قال فماذا أفدت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه المدة 33 سنة وتقول لي ما خدش إلا 8 مسائل؟ اتق الله يا شيخ. قال له أنا لا أكذب، هم 8 مسائل. فجاب الآية دي، قال له إيه هي؟ قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق اللي أنا معاصرهم كلهم غل وحقد على بعض، كرهت هذه الظاهرة. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي، طمعا في ايه؟ في ان اروح. طب الوسيله لها ايه؟ من خاف مقام ربه. فخفت مقام ربي، اعمل الطاعه برضه وانا خايف. خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعه. يعني هو يشير الى ايه؟ ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه بيضه هي الايه؟ هي الموت. قال له احسنت يا حاتم. فما الثانيه؟ طب قول لي على الثانيه ايه بقى اللي انت عملتها الثانيه دي؟ قلت استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما، الا انه ساعة يموت يدخله القبر لوحده ويروح ويسيبه، وانا احببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم اجد الا عملي. قال له احسنت يا حاتم. قال له فما الثالثه؟ قال رايت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه، يعني مثلا يوضعه في خزنه، يوضعه في كل واحد يحب شيء، ولكني لاحظت ان هذه من الاغيار يمكن لص يجي ياخذها، فاحببت العمل بتاعي احافظ عليه العمل حسنات، فلم اجد امينا الا ربي فعملت كله لإلبيه. قال له فما الرابعه؟ قال علمت ان الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الغل والحقد. قال فما اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت أن الناس يتعادون، كل واحد عدو الثاني عدو. فلما سمعت قول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لم تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فنجوت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يثقون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوت، فتوكلت على الحي الذي لا يموت.